ما كنتش كنامن بزاف د الحوايج بحال الغموض ولا شي حوايج ما عندهاش تفسير، حتى لواحد النهار اللي تبدل فيه كلشي بدا ملي شريت واحد الكاميرا. هي ماشي جديده ولكن مستعمله من واحد السويقه حدا الدار. الثمن ديالها كان رخيص ورخيص بزاف، والشخص اللي شريتها من عنده قال لي جمله وحده جربها، ولكن لا شي حاجه غريبه ما تردهاش ليا. بقيت كنضحك وقلت هاد السيد غير كيتفلسف. شريتها ورجعت للدار. في الاول كان كل شيء عادي، كنتصور بها صور اللي عاديه ما فيها حتى شي حاجه، ولكن نهار تصورت في الغرفه ديالي ملي رجعت نشوف التصويره تجمدت، حيت في الصوره ما كنتش بوحدي ولكن كان حدايا واحد واقف. درت كنقلب ما كاين حتى حد وقلت يمكن غير من الضوء، وكل مره عاودت نتصور فيها نفس الحاجه، نفس الشخص واقف ورايا، وكل مره كيقرب اكثر. بديت كنخاف الصراحه ولكن الفضول كان كبر مني. قررت نجرب واحد الحاجه، صورت الغرفه بلا ما نكون انا في الصوره. تما كانت الصدمه، كان الوسط وكيشوف فيا داكشي اللي فريمون خلعني، ولكن النظره ديالو بحال عارف باللي كنشوف فيه. من داك النهار ما بقيتش كنرتاح الصراحه. بديت كنسمع حركات في الدار، خطوات والبيبان كيتحلوا بشويه، ولكن ملي كنشوف ما كاين حتى حد. رجعت للكاميرا صورت مره اخرى، ولكن هنايا وقعت اخطر حاجه. ما بقاش بعيد ولا واقف حدايا. بديت كنفهم باللي هاد الكاميرا ماشي عاديه، كتصور شي حوايج ما نقدروش نشوفوهم بالعين المجرده ديالنا. ولكن السؤال علاش كتبان غير ليا وعلاش غير انا؟ بزاف ديال الاسئله طاحوا ليا على راسي، وهذا الشيء اللي خلاني نوض ونمشي نقلب على داك اللي شريت من عندو الكاميرا. ولكن فاش سولت عليه المفاجاه هو انه قالوا لي راه مات، ومات مده دابا، بمعنى قبل ما ناخذ من عندو الكاميرا. الحاجه اللي خلاتني نتفزع ورجع للدار وانا مرعوب. قررت نحيد الكاميرا ونحبس كل شيء، ولكن في هذه اللحظه فاش شعلت التليفون تما كانت الصدمه. لقيت الصوره ديالي انا وياه، ولكن هذه المره ماشي في الكاميرا وانما في الشاشه ديال التليفون، وكان كيشوف فيا مباشره بواحد النظرات اللي غريبه. ومن داك النهار ما بقيتش متاكد واش فعلا كنعيش بوحدي ولا شي حاجه اخرى جاريه معايا. دابا بغيت نسولك انت، الا كنتي بلاصه هاد السيد واش كنتي غادي تحتفظ بالكاميرا ولا تحيدها؟ واش غادي تبقى ساكن في الدار؟ كتب لي حيت القصه مازال ما سالاتش.